يا بركة بسم الله. النهاردة المثل بيقول لك ايه، دوق الظلم مرة. بس المرة ديت يعني زي كل مرة اللي آخرها طعيمة. برضه في كل لايف هتكلم على طعيمة ده عشان يتحرق دمي فوق ما تتخيلوا. اللي بقول لكم كذا مرة اللي كان نسخة من حسام غالي. انا مش عارف مين العبقري اللي قرر يمشيه ببلاش. والمحمودي دخل شياره على طول وقال لك اللي عايز يشتري. جات له العروض وهو في البرنامج. ورمضان صبحي، وايه السبب اللي مشاه؟ اول مرة تسمعوا كده السبب الرئيسي اللي مشاه. ولا شريف اكرامي قاله ولا رمضان صبحي قاله. نرجع لايه؟ انا مش عارف يعني ان لعيب زي ده، جايز احنا مش بنفهم في كوره، جايز هم العباقرة. ما الاهلي ليه فصول كده هوت. فكروني بالفصول بتاعت الفصل بتاع المدرب اللي جه يا دوبك لعب ماتش والكرة خبطت فيه في دماغه بالصدفة دخل الجون وبقى مدرب. أعوذ بالله على أيامه. أول لما مسك مشى أربعة من اللعيبة ما هو بقى كلها بقى الأسلاك بتضرب بقى في واحد معايا. طاهر أبو زيد وربيع ياسين والله يرحمه محمود صالح وعلاء ميهوب. قال لك دولت ما ينفعوش. كان أكبر واحد فيهم عنده 30 سنة ولا 31 سنة. والإدارة على طول ما يسمع كلام المدرب، مش العبقري بس ده اللي ماسك. هم طول عمرهم الإدارة كده. أنا يعني في سني ده، خدت بالكم، بعشق الكيان الأفراد. أعوذ بالله عليهم. ليهم فصول كل مرة. وحسام حسن اللي اتشتم واتبهدل هو وأخوه، دول كانوا بيلحسوا تراب النادي الأهلي وسابوا فلوس كتير. ها، لما كانوا بيلعبوا في نشاط السويسري وبعتوا لهم قال لهم الحقونا، كنا في المركز ال 12. ما انتوا الجيل الجديد ده ما يعرفش، مع اختلافي مع اطباع حسام حسن وابراهيم. خدت بالك؟ بس من انضف الناس اللي كانت بتحب النادي الاهلي. بس انا هقول غصب عنهم، ما يعرفوش حاجه. طلعوا سمعوا كلمتين، سواء قال لك ده رفع الجزمه وما رفعش الجزمه. رفع الجزمه واحد عمال يشتم بامه، الله يرحمها. مش عارف انا دخلت السلوك في بعضيها ليه. ما هو انا متضايق من الفصل بتاع طعيمه ده. ونسيت اشكر معدة البرنامج ميس حبيبة، اللي بتتعب والله تعب يعني فوق ما تتخيلوا عشان الفيديو يوصل لكم. ميس حبيبة ومستر حسام، ربنا يبارك فيهم، المعدة والمخرج. المهم، والله مش عارف كنت بقول ايه على طاهر والمرحوم محمود صالح وربيع ياسين. ربيع ياسين ده ما جاش فرد الباك زيه. قالوا لي المدرب العبقري ساعتها قال لهم انا مش عايزهم. قالوا له خلاص نمشيهم. علاء ميوب من زعله راح رايح لعب في الاولمبي، لعب ماتش قدام الاهلي جاب جون راح معيط وراح بطل كوره. طاهر ابو زيد راح احترم نفسه قال لك انا هقعد وخلاص. محمود صالح كان في عزه، ما كانش عمره ما ضرب لعيب بيلعب عليه، كان بياخد الكرة منه بكل سهولة. ربيع ياسين ده كان قطر، بيلعب برجله اليمين ناحية الشمال. كنا مسمينه تريزور. فاهو بقى جيل بقى حسام حسن واللي ساب فلوس وساب بتاع وساب كل حاجة وراه. كان هداف الدوري الأوروبي ساعتها.
باربع اهداف في سيلتك الاسكتلندي، والنادي عليه غرامه وما ادالوش فلوسه، قال لهم انا لا لا, لا ارجع النادي، ورجع. وشويه المدرب اللي اسمه عمل مشكله مع ابراهيم حسن، ويقول له باصي والعب كوره مش عارف ايه. فابراهيم بقى انت عارفين خلقه ضيق، بس ما ينفعش، خدت بالك. راح ردد عليه وقال لهم انا مش عايزه، فقال لك هنجدد لحسام ومش هنجدد لابراهيم. وحسام جاله عقد من تركيا، فالزمالك جابهم من على سلم الطياره، قال لهم ايه، تعالى انت وابراهيم. ما ابراهيم دوت بقى ما كان هيلف بقى حوالين نفسه عقبال ما يلاقي له، مع انه من احسن طرفات اليمين اللي جت في مصر. وبعد كده كان محمد صلاح يعني بتاع الزمالك، يعني عشان ما نقولش اهلاوي ومش اهلاوي. كان في احمد عبد الباقي برضو، كان فرد الباك ملهاش حل. المهم راح رايح بعد ما جه حسام، نسيت اقول لكم، في المركز ال 12 جينا خدنا الدوري 7 سنين.